تطرق السيد رئيس الحكومة للتطورات المؤسفة التي وقعت اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة، والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مسجلا للأسف وفاة 3 أشخاص رحمهم الله. وفي هذا السياق نوه السيد رئيس الحكومة بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مؤكدا أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. كما جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 34/21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة. ويأتي هذا المشروع بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91/7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 17 يونيو 1992، كما وقع تغييره وتتميمه وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكالات المطروحة في هذا المجال. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 25/615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي سبق أن تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق قدمه السيد أمين الطهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 294/285 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 21 نوفمبر 1994 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتسميمه من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلائم مع المهام الاستراتيجية للوزارة ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي قدمهما أيضا السيد أمين الطهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 25/819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، يندرج في إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتطلب الرفع من أعداد مهني الصحة بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 291/527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه وذلك بمناسبة إنجازهم للتدريب المطلوبة في اتجاه الرفع من قيمتها. مشروع مرسوم رقم 25/818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747/67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387 27 فبراير 1968 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتدريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي. إذا كان هذا نص البلاغ الصحفي. نأخذ الأسئلة إذا سمحتوا. تفضل سيدي. اسم فقط ديال مساء الخير سيد الوزراء، احمد ارقمي يوميه الصباح. نود ان نعرف سيد الوزراء الاجراءات التي اتخذتها الحكومه للتجاوب مع المطالب الشباب المحتج رغم الانزلاقات الخطيره التي وقعت اخيرا، وهل تم فتح باب الحوار معهم؟ هل اتصلوا بكم؟ هل اتصلتم بهم؟ كيفيه اجراء الحوار لتجنب المزالق التي وقعت اخيرا؟ شكرا. مساء الخير سيد الوزراء. سؤالي لربما بخصوص ما يتم ترويجه من فيديوهات مفبركة من إشاعات تتجاوز حدود المغرب ويتم توظيفها خارج المغرب، هل تتفاعل الحكومة مع هذا المعطى؟ هل سيتم رصد خلية فقط لتفنيد هذه الإشاعات ومساعدة المغاربة والأجانب على فهم ما يقع في المغرب؟ مساء الخير، هشام اناجي موقع كود. مساء الخير سيد الوزراء. السيد الناطق الرسمي طيله هذه الايام حتى واحد في الحكومه ما خرج يشرح للمغاربه علاش هذا التاخر وعلاش هذا الصمت، والمغاربه مخلوعين وعلى مستقبلهم وعلى امنهم، وعلاش فاش كنسولك السيد الناطق الرسمي على اشكاليات وعلى مشاكل دائما لا نجد جواب. كاين اشكاليه التواصل السياسي عند الحكومه وهنا تفسير، واش غياب التواصل من اسباب بروز هذه الاحتجاجات ديال جيل زيد؟ واش هذا جيل زيد ما لقاش لا خدمه لا تكوين لا عمل، مع ذكر التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي تكلم على 4 مليون شاب بدون تكوين وبدون شغل وبدون دراسه.
واللي بنك المغرب مؤخرا قال كذلك بناء على معطيات مندوبيه ساميه التخطيط 47% من الشباب يعيشون في بطاله. نريد رد وتاكيد حول هذه الارقام وماذا ستفعلون لهؤلاء الشباب. شكرا. مساء الخير سيد الوزراء، أنا سعيد من قناة الشرق للأخبار. السيد رئيس الحكومة أعلن اليوم التجاوب مع مطالب المحتجين والاستعداد للتحاور بشأنها. سؤالي هو كيف تتصور الحكومة قيادة هذا الحوار والاستجابة لمطالب المحتجين، وهل تعتزم الحكومة مراجعة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الوقفات السلمية بالمنع؟ شكرا. السلام عليكم، المختار العبلاوي، قناة الجزيرة. السيد الوزير، في إطار أن الحكومة مستعدة للحوار، كيف سيكون هذا الحوار مع جماعة توصف مجهولة؟ وما المقصود بأن الحوار سيأتي وسيكون ضمن المؤسسات أو في إطار المؤسسات؟ كيف تصور الحكومة للحوار مع هؤلاء الشباب؟ معالي الوزير، أولا تنتسف للأحداث الآلمة، ولكن الحكومة عندها واحد الرؤية ربما، وما هي الرسالة والنداء ديالها لهذا الشباب؟ ثم واش الحكومة غتاخذ العبرة من أن خصها تواصل كبير مع الشعب، مع المواطنين، حتى هذه الأحداث ما تتكررش، لأن لاحظنا واحد النقص من التواصل الحكومة مع المواطنين. السلام عليكم. سهيل كرم، وكالة بلومبرغ. سؤالي الأول، هل تنوي الحكومة إعادة النظر في أولوياتها الاستثمارية خصوصا مسطرة لسنة 2026؟ شفنا بأن مؤخرا تم الإعلان عن توقعات العجز الميزانية لسنة 26 27 28 محدد 3%. هل ترى الحكومة بأن يجب إعادة النظر في مشروع قانون المالية الذي ربما يكون شرف على الإنهاء من تحضيره؟ وبكم تنوون زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة والتعليم سنة 26؟ شكرا. تحية طيبة السادة الوزراء. هشام نباش، جريدة مدار 21. سؤالي طرحه الزميل بخصوص الإعدادات للقانون المالية وما تعتزم الحكومة يعني القيام به لترجمة الانتظارات ديال المحتجين. إضافة سؤال آخر للسادة الوزراء هو حول مادام أنه وزراء منتمين إلى مكونات الأغلبية الحكومية، مدى التماسك ديال الأغلبية الحكومية في سياق هذا الوضع الراهن؟ مصطفى الحجري، موقع نيشان. السؤال ديالي هو: الا ترون بان الحكومه تتحمل المسؤوليه السياسيه في الطريقه التي تم التعامل معها مع الاحتجاجات في الايام الاولى والتي ربما ساهمت في تاجيج الوضع؟ ثانيا، هل هناك عرض جاهز للحكومه للتفاوض بشانه، ومعا ما الجهه التي سيتم التفاوض معها؟ علاقة بالاحتجاجات، مادام ان رفعت الشعار ديال الصحه والتعليم، السؤال يتعلق بالتعليم. حاليا هناك غياب للمعدات عن مئات المدارس الرائده، وهو ما يتناقض مع الروايه التي يقدمها وزير التربيه. شكرا. سي بون، اذا ساعطي الكلمه للسيد وزير الشغل ثم للسيد وزير كاتب الدوله لكي اعود في مستوى اخير لاتفاعل مع الاسئله ربما ذات الطبيعه القطاعيه. تفضل سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الاخوات والاخوه ديال الجسم الصحفي، ومن خلالكم تنخاطبوا اليوم الراي العام. اود اولا بحالي بحالكم وبحال جميع المغاربه ان اعرب على الاسف بالنسبه للاحداث والتطورات وفين وصلت. وفي مجمل هذا الاسف كذلك كاين التعبير على يعني الاسف الشديد لفقدان ارواح، 3 الارواح اللي مشات يعني خصوصا الامس، وكذلك يعني كل ما حدث. احنا في واحد اللحظه مهمه في التاريخ ديال بلادنا، لان نحن امام تعبيرات ديال المجتمع، تعبير شبابي ديال اجيال متقاربه حول قضيه اولويات. هذا هو الفهم ديال الحكومه بالنسبه لما تم التعبير عنه. ومن واجب الحكومه الاوجب في اي بلاد كيف ما كانت على ان تستمع الى هذه التعبيرات بشكل عملي وبشكل يترجم الى اجراءات عمليه. الواقع هو انه احنا في واحد المرحله بطبيعه الحال اللي فيها كذلك اولويات ديال الاولويات. الاولويه الاولى هي ان يكون هنالك تعبير واضح وصريح من طرف الحكومه على انها وصلتها الرساله بشكل واضح. كنتكلم على الشباب اللي دار تجمعات او مظاهرات سلميه، اللي هما يقدروا يكونوا في اي اسره من الاسر ديالنا، واللي كنشوفوا راسنا فيهم، يمكن يكونوا خوتنا، يمكن يكونوا ولادنا، على حسب كل واحد. اذا هذا بعد الرساله الاولى هو انه الشباب اللي كان كيعبر على واحد عدم الفهم او عدم تقدير الاولويه اللي هو كيشوفها في السياسه ديال بلادو، هذا الواجب ديال اي حكومه انها تستمع ليه وتشوف شنو اللي يمكن يدار وعلاش ما دارش داكشي اللي كانوا بغاو هاد الشباب كيف ما هما كيشوفوا. وفي هذا يعني في هذه العمليه هذه التواصليه او التحاوريه كنوصلوا واش كاين شي امور درناها، وكيف ما قلتوا في الاسئله ديالكم لم يتم التواصل حولها بشكل كافي، ولكن غنكونوا تنكذبوا على راسنا الا قلنا ان المشكل يلخص في التواصل. هذا غير صحيح ولا يمكن ان يكون صحيح، لان التعبيرات ديال الشباب هي تعبيرات عندها علاقه كذلك بواحد الواقع كيعيشوه وكتعيشوا الاسر ديالنا. اذا الرساله الاولى ملي اجتمعت الاغلبيه موسعه الى بعض الوزراء كان هو الوقوف على صدق المقاربه وصدق النيه وصدق كذلك يعني العمل الذي يجب ان يتلو هذا الاستماع، باش ما نبقاوش واحد الكلام ديال يعني راه حنا غير فهمنا
واجيو نتذاكروا. وإلا لاحظتوا في واحد العدد الفيديوهات اللي كانت حضاريه، ما عاد غنتكلم من بعد على امور اخرى اللي ضرات بالمجتمع واللي ما خصهاش تكون، ولا اظن على ان الغالبيه العظمى ديال الشباب ديالنا اللي خرج يعبر جزء منها، كنتكلم على الاحداث اللي تتوقع في الليل واللي توقع فيها واحد الاخلال بالنظام العام والاعتداء على الممتلكات وعلى الحرمات ديال الناس. كنظن شي شاب من ضمنهم الشباب اللي كاينين في لا بلاتفورم غادي يكون متفق على هذا الشيء. يعني ما يمكنش الشاب اللي كيهضر في 12 النهار او في 11 او في 10 اللي تيجتمعوا باش يتذاكروا باش يشوفوا الاولويات ديالهم، ماشي هذا هو الشاب اللي كيكون في 2 الليل اللي تيكون تيضرب. ربما هذا تيخرج في العشيه، ربما تيعبر على المطلب ديالو في المساء او في الليل، ولكن يعني محال ان يكون هو نفس الشاب اللي بواحد الوجه غير مكشوف تيقوم بعمليات يعني تمس او تخل بالامن العام. اذا هذه الرساله الاولى هي ان الفهم ديال الحكومه او التفهم ديال الحكومه هو تفهم نابع على انه كاينين برامج وجدنا واحد العدد منهم، ما قدرناش نخرجوا كل شيء في نفس الوقت بلا ما نرجع للتشخيص. وفي الفيديوهات اللي كتشوفوا واحد العديد الشباب قالنا بلا ما نبقاو نعاودوا نذكروا على التشخيص وداك الشيء راكم عارفين. فاحنا دابا في واحد المرحله اللي فيها ضروره تنظيم الحوار باش ما تجيبش الحكومه واحد الجواب اللي ما يكونش بشكل عملي، ماشي غير في العناوين ديالو اللي هما الصحه والتعليم، وربما امور اخرى شرطوا لها في الاسئله ديالكم بشكل عملي يجيب عليهم. اذا هذا تنظيم الحوار نقولوها بكل صدق فيه صعوبه على انه هذا التعبير المجتمعي ما عندوش واحد التنظيم بالشكل الكلاسيكي اللي كنعرفوا، اي انه كاين واحد العدد الناس يمكن لك تجلس معهم كتقول شنو هي المطالب ديالكم وكنشوفوهم الى اخره، وباش يقدروا حتى هما يقولوا واش هذا الشيء في المستوى ماشي في المستوى، وكذلك الحكومه تقول ها كيفاش غادي ندير او ها كيفاش ما. اذا هذه هي المرحله اللي احنا فيها اليوم. فرساله الحكومه هي انها مستعده للحوار وفي اجال قصيره ماشي يعني من، ولكن في اطار من الشفافيه، بما انك تحاور مع واحد الانسان تكون تشوفه تيشوفك. وانا من الوزاره ديال الحكومه المسؤولين على قطاعات يعني الله اعلم والله تيشوف شحال ديال المجهودات تدارت، ربما توفقنا في شي امور ربما ما توفقناش في شي امور، يمكن ندخلوا في التحليل ديالها. وكاين مبادرات اللي اتخذت وتعبأت لها ميزانيات وواحد الجزء انطلق منها، اخرها كان هذه تقريبا 3 الاسابيع عاودنا. نعطيكم مثال وهذا جا في المطالب ديال الشباب ديال لي بوغس منح. من اللي بداو المنح ديال التكوين المهني ما عمرهم ما وصلوا الشباب في الوقت. كيكونوا 3 ديال الدفعات اللي خصهم يكونوا، وحده كتكون في اكتوبر وحده كتكون في فبراير وحده كتكون في ماي، واللي عنده المنحه كامله كتكون مثلا عنده 6000 درهم ديال المنحه، يعني ماشي كثيره ولكن على الاقل مساعده. هذه المساهمه هذه ما كانت كتوصل عند الناس كلهم حتى الماي او افريل ديال السنه. ف من هذه تقريبا ملي بداو لي بوغس يعني من 2000 البدايه ديال 2010 و 2011. فما درناه في هذه الحكومه مثلا كنعطيكم غير مثال، انه اول حاجه يعني كان ضروري هذا الشيء كامل يتعاود بالنظام المعلوماتي ديالو، بالفلوس ديالو، بالتنظيم ديالو. وصلنا في هذا الدخول هذا قبل هذا الشيء كنقول لكم درناه قبل هذه الاحداث، يعني ماشي قدرنا اننا نعبئوا جميع الموارد والنظام المعلوماتي جديد ودرنا واحد البرنامج جديد ديال المنحه باش على الاقل هذا الشيء يتصرف في وقته. والعدد الهائل ديال الرسائل اللي كنا كنتوصلوا بها والاحتجاجات ديال الشباب اللي محتاجين لهذيك المساهمه في واحد الوقت معين. هذو غير امثله، وكاين امثله اخرى ديال التدرج المهني وامثله اخرى في يعني ما ربما ندخلوا فيها الى، ولكن الناحيه السياسيه بغيت نقول على انه المرحله اليوم هي مرحله ديال المسؤوليه. القضيه ديال يعني احنا اليوم كاينين كاين اليوم احنا في المسؤوليه، وبطبيعه الحال كيجي واحد الوقت وكيكون حد اخر في المسؤوليه، هذه مساله عاديه جدا، ولكن محد الانسان في المسؤوليه عليه ان يخلص فيها الى اقصى حد. وكانت طرح واحد السؤال في واحد الوقت وكنا جاوبنا عليه، انا شخصيا كنت جاوبت عليه، انه يعني المسؤوليه ديال الحكومه محدها في المسؤوليه ديالها انها تخدم المواطنين والمواطنات ديالها بعيدا على الحسابات والتراشقات السياسيه، لان كل نهار كيدوز خص تعطيو فيه نتائج للناس، لان الا الوزراء خواو المكاتب ديالهم ومشاو كيديروا الحملات الانتخابيه شكون غادي يخدم؟ هذه المسؤوليه ديالنا، وهذا ما نتقاسمه مع الاخوه الوزراء والساده المسؤولين اللي كاينين اليوم. دابا المرحله شنو فيها؟ المرحله اولا فيها تنظيم الحوار باش على الاقل تكون عندنا واحد اللائحه ديال المطالب اللي قابله للنقاش، ويكون واحد النقاش بواحد الافق زمني معقول يعني قريب، ما يكونش شي حاجه بعيده. وبطبيعه الحال الحكومه عندها الاليات ديال التدخل، منها كيف ما جا في الاسئله ديالكم القانون ديال الماليه، ولكن القانون الماليه اللي كتكلموا عليه راه المفعول ديالو تيكون حتى لجونفي. واش حنا غنتسناو حتى لجونفي؟ يعني الا البيت ديالك فيه شي حاجه ضاره يعني واحد من الافراد ديالو، واش ما غنتسناو حتى لجونفي؟ وبالتالي حنا الحكومه ولا هذا الشيء عاود اكدوا السيد رئيس الحكومه هذا الصباح وجميع الوزراء اللي دخلوا في المجلس الحكومي هذا الصباح على انه بطبيعه الحال الاستعداد ديالنا بالنسبه للتقدير والاخذ بعين الاعتبار بالاولويات اللي خصها يعني اللي خص يتعاد فيها النظر، حنا مستعدين نعيدوا في النظر، علما انه وهنا ذاك التواصل كيكون عنده واحد الدور. ربما كاين شي امور ما تفسرتش مزيان، الا عقلتوا الحكومه راه اعلنت على ان عندها اولويات جديده بالنسبه لهذا اللي هما التكوين ديال الناس والتشغيل ديالهم، وداخل فيه حتى التعليم والصحه كذلك. ربما كاين اصلاحات كتطلب وقت اكبر، ولكن انا شخصيا كنتفهم على انه الانسان ملي كيتعرض لواحد لاكت ديال الرشوه ولا ديال الابتزاز، لان الصحه الى ما داويتيش او ما داويتش، خصوصا اللي كتجي في الوالدين ولا كتجي في شي واحد اللي ما لا حول له ولا قوه، انه بطبيعه الحال هادشي تيقدر يخرج الانسان على السيطره ديال الاعصاب ديالو. باش نكمل لكم هذا كنكون دابا الحوار. ثانيا بطبيعه الحال العرض، ولكن العرض خصو يكون جوابا على في اطار واحد الحوار اللي خصو يكون. حنا مستعدين
وقتنا كله يعني بالصباح وبالليل راكم تعرفوا حتى واحد ما تيدعس هذه الايامات، ولكن في نفس الوقت وتنحيي الشباب اللي خدم المسؤوليه. لازم انه يتم الفصل من طرف الشباب بنفسهم بالطرق اللي كيعتبروها هما يعني ملك ديالهم، باش حتى واحد ما يركب على هذه المطالب. انا عشت 2011، انا عشت الربيع العربي انا ذاك، وهنا هذا واحد الوقت ديال واش انت ديمقراطي ولا ماشي ديمقراطي. انطلاقا من واحد القناعه ديمقراطيه كنحترموا الاجيال كلها، لان كل واحد عنده حقه في التعبير على المطالب ديالو وعلى الاولويات اللي كيشوفها. اذا خص يتم الفصل ما بين الشباب المغربي الوطني الغيور على بلاده وعلى مستقبله وعلى الامن ديالو، لان من الامن ديال عائلته وديال اسرته، واللي باغي يوصل واحد الرساله كيف ما كان المدى ديالها في اطار احترام الثوابت ديال البلاد بطبيعه الحال. وكم شفتوا جميع الشباب اللي دخل كيحترم الثوابت ديال البلاد اللي هي الله، الوطن، الملك. ما عدا ذلك حتى واحد ما بيرسون نيت انديسبونسابل. حنا كنجيو باش ناديو واحد الرساله وناديو واحد المهام وفيها واحد الجهد، نقدروا نتوفقوا نقدروا ما نتوفقوش، ولكن اللي خليناها تبقى بالنسبه للمجتمع ديالنا والبلاد ديالنا. وبالتالي الدعوه كذلك على انه لا يمكن لا للشباب ديالنا ولا لنا ولا لاي مغربي ان يقبل ان تخرب الممتلكات. لا يمكن لاي واحد كيف ما كان غيور على بلاده ان يقبل انه الامن العام والنظام العام، لانه بعد لن يؤدي الى نتيجه، وثانيا ما فيه غير الضرر لنا كاملين. بالتالي الميساج هو هذا: اولا التفهم ديال المطالب والاستعداد للانتقال فورا الى نقاش يؤدي الى نتيجه من خلال تدخل حكومي، وهذا الشيء اللي جاء في الكلمه ديال الحكومه. ثانيا ضروره هيكله هذا الحوار باش نقدروا نوصلوا لواحد النتيجه، وبطبيعه الحال جميع الاقتراحات هي تكون على الطاوله. وثالثا بطبيعه الحال تكون واحد المصداقيه ديال الشباب اللي ينزه نفسه على الاعمال اللي كتخرب فيها الممتلكات وكيوقع فيها الانفلات الامني وضروري انه بطبيعه الحال راه حتى الناس اللي تيشكلوا الجسم الامني ديالنا راه هما مواطنين ومواطنات، حتى هما جزء لا يتجزا منا، وبالتالي لازم انهم يلعبوا الدور ديالهم في حمايه الاشخاص. راه عندهم واحد الدور يناطون به في حمايه الاشخاص. وكنظن انه الحمد لله رغم انه هذه المرحله هذه ولا هذا الوقت شويه عصيب على الجميع، حتى من ناحيه يعني ديال المشاعر ديالنا والاحاسيس ديالنا، حتى واحد ما كيرضى ما كنرضاوش راسنا لهذا الشيء. لازم على انه يكون واحد التعقل ديال الجميع. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحق لن اضيف شيء الكثير عما قاله سيدنا الوزيران، فقط اريد التاكيد مره اخرى على ان يد الحكومه ممدوده مستعده للحوار، وتريد ان ننقل هذا النقاش في العالم الافتراضي والتعبيرات الشبابيه في الشارع، نريد ان ننقلها الى حوار داخل المؤسسات، الى حوار مع الحكومه مع صاحب القرار، ونتذكروا فيما بيناتنا ونحدوا الاولويات. راه اصلاح التعليم واصلاح الصحه لا يختلف عليه اثنان. هناك مجهودات كبيره جدا تقوم بها الحكومه فيما يتعلق باصلاح المنظومه الصحيه ديال بلادنا. طبعا الاجراء ديالها تتطلب بعض الوقت، والحكومه واعيه بضروره التسريع، وبدا واحد العدد من الامور كتخرج بما فيها تعزيز التفتيش والمراقبه فيما يتعلق بالمستشفيات على المستوى الترابي، وهذا امر اساسي جدا. قلت على انه نحن مستعدون للحوار، نذكروا نحدوا الاولويات وننفذوا. نحن لا نكتفي فقط بالانصات، ولكننا مستعدون لتحديد اجنده ولتنفيذ الالتزامات ديالنا، ونستمعوا للشباب ومختلف التعبيرات ديال الشباب، سواء مع الحكومه سواء مع الاحزاب سواء حتى داخل البرلمان. راهم مستعدين كذلك لاحتضان النقاش العمومي. وسائل الاعلام العموميه اليوم كذلك الحكومه تضعها رهن اشاره هذا النقاش العمومي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعيه اللي كتشكل اجنده ديال المطالب ديال الشباب. احتجاج سلمي، تعبيرات شبابيه، تقديم المطالب في اطار ما هو سلمي لا يختلف عليه اثنان، ولكن الخروج على هذه المنهجيه والقيام باعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامه والممتلكات الخاصه الى غير ذلك من اعمال العنف، لا اعتقد ان احدا من المغاربه سيقبلها. والدوله من واجبها دستوريا وقانونيا واخلاقيا ان تتدخل لحمايه الممتلكات، لحمايه ارواح ديال المواطنين، ولحفظ النظام والامن العام، طبعا في اطار ما يسمح به القانون. شكرا لكم. شكرا سيدين الوزيرين المحترمين. طبعا السؤال الذي تكرر حضرة السيدات والسادة هو كيف تتصور الحكومة هذا الحوار؟ هذا هو السؤال الذي تكرر غير ما مرة، طبعا مع بعض الأسئلة ذات الطبيعة القطعية. كما سبقني إلى ذلك السيد الوزير السي سكوري والسيد كاتب الدولة السي رشيدي، طبعا الحكومة منذ يعني الوهلة الأولى تفاعلت مع هذا الموضوع عبر مستويات. طبعا المستوى الأول هو الاجتماع ديال الأغلبية، والذي ترأسه السيد رئيس الحكومة، والذي عبر فيه بشكل واضح لا يقبل اللبس
على ان الاغلبيه ومع الحكومه تتفهم هذه المطالب الاجتماعيه وتتفهم هذا الصوت الذي عبرت عنه هذه التعبيرات الشبابيه. وايضا عبرت الاغلبيه على انها يعني في انصات كامل لهذه التعبيرات الشبابيه، في انصات كامل لهذه المطالب الاجتماعيه. وطبعا عبرت الحكومه على الانخراط في الحوار، والانخراط في الحوار كيف ما كتعرفوا جميعا يجب ان يكون من طرفين. الحكومه الان هي مستعده لهذا الحوار حالا ومنذ ان عبرت عليه قبل 3 أو 4 أيام. فبالتالي نعتقد بانه لكي يكتمل هذا الحوار يجب ان ينخرط الطرف الاخر لكي يقدم تصوره، اشكالات، الصعوبات، الاقتراحات من اجل تجويد هذه المنظومه الصحيه اللي كنا نتفق بانها ورثت ولعقود مجموعه من الامراض المزمنه، والحكومه انخرطت في هذا الورش هذا بكل تلقائيه وطواعيه منذ ان عينها جلاله الملك. ما غنتكلمش على الميزانيات، ما غنتكلمش على الامور المرتبطه بالقوانين المهيكله لمنظومه الصحه، ما نتكلمش على الاستثمارات اللي تعملت في مجموعه من المناطق. غير كافي، نعم غير كافي، خص يتبذل مجهود اكبر، نعم خص يتبذل مجهود اكبر، وهذا هو ما تعكف عليه الحكومه اليوم. لكن نحتاج الى ان نستمع الى هذه الاقتراحات، الحكومه تحتاج الى ان تستمع الى هذه الاقتراحات لكي تتفاعل معها في اطار يعني ما هو متعارف عليه في كل الحوارات اللي كتتم في هذا الاطار هذا. كلموا السيد الوزيرين على، وانا ايضا اجدد التذكير بهذه القضيه هذه، بانه الحوار ماشي فقط مع الحكومه، ولكن الحوار في جميع الفضاءات وفي مختلف المستويات اللي ممكن انها تحقق الرغبه ديال اننا نستمع لهذه الاقتراحات ولكي نجود هذه المنظومه اللي كما قلت هي ورثت اعطاب منذ سنوات والحكومه منكبه عليها. السؤال المرتبط بالميزانيات، اذا انتبهتوا السي عبد الله على ما اعتقد اللي طرح السؤال، منذ 2021 وهناك منحا تصاعدي للامكانيات الباليه التي تضعها الحكومه لفائده القطاعات الاجتماعيه، وفي طبيعتها طبعا الشغل، وفي طبيعتها ايضا الصحه والتعليم. الصحه انتقلت من حوالي 20 مليار ديال الدرهم الى حوالي 3 ولا 32 مليار ديال الدرهم. ايضا اليوم مجلس او جدول الاعمال ديال الحكومه اليوم تطرق الى ملفات كل هذه الطبيعه مرتبطه بالقطاع الصحي. ايضا التعليم هو ايضا ارتفعت الميزانيه ديالو التي الان تلامس، التي تجاوزت 80 مليار درهم في حين انها كانت في حدود 50 مليار. اذا زيادات مهمه جدا. هذا معناه بانه الحكومه واعيه بالتاخر المسجل في اصلاح هذين القطاعين وتسارع الخطى من اجل ان يكون هذه الاجراءات تنتج الاثر في المجتمع، ولكي تعود للمدرسه العموميه ذلك الوهج، ولكي تقدم تلك الادوار ماشي فقط المرتبطه بالتلقين، ولكن الادوار المرتبطه بالقيم، قيم المجتمع والقيم الوطنيه والقيم الدينيه التي يعرفها المغاربه جميعا. اذا هذه الامكانيات التي عبئت، هذه التصورات التي وضعت، لا نقول داخل الحكومه بانها قران منزل، ولكن هي رؤى بشريه وفق معطيات وفق تقارير صدرت في تقييم هذه القطاعات. واشتغلت الحكومه بكل تطوع وبكل سرعه لكي نعيد للمستشفى العمومي ذلك الوهج، لكي نجعل من المستشفى العمومي هو الاساس الذي يقدم العلاج للمواطنين المغاربه. وهذا هو ما عكفت عليه هذه الحكومه وعبت له الامكانيات وسهرات على انه توفر الاطار القانوني. اليوم جوج مراسم مهمه كلها كتهم الاطباء الداخليين وكتهم الطلبه ديال الطب اللي كتعرفوا بانهم في السنوات الاخيره من الدراسه ديالهم تقوموا بمجموعه من الاعمال الجليله داخل المستشفيات. لن اعيد التذكير مره اخرى بكلمه السيد رئيس الحكومه التي تلاها اليوم والتي تابعتموها جميعا، والتي عبر فيها عن اسفه الشديد لهذه التطورات. لن اؤكد مره اخرى على اننا في الاستماع وفي الانصات وفي التفاعل الايجابي مع مختلف هذه التعبيرات ومع مختلف هذه المطالب الاجتماعيه التي نجد انفسنا في حاله من الانتظار لكي نستمع الى هذا الصوت بشكل واضح ولكي نعرف مختلف القضايا المرتبطه بها. تتاسف ايضا الحكومه لوفاه 3 أشخاص رحمهم الله. تؤكد الحكومه الحكومه تحيي المجهودات التي قامت بها المصالح الامنيه، قامت بمجهودات كبيره جدا وفي اطار من الاحترام الدقيق للمساطر القانونيه، ونعتبر بان الفضاء الوحيد لكي يسمع هذا الصوت ولكي يكون نقاشا مفتوحا هو الحوار وليس اي مكان اخر بعيدا عن الحوار. ايضا كيف ما قلت هذه الرؤيه هي رؤيه بشريه والاقتراح مطلوب ومرغوب فيه. القضيه الان مرتبطه بالاصلاح ديال القطاع، لان على ما اعتقد جوج القضايا اللي تنشوف بانهم انضافوا، لان السؤال المحوري كان هو كيف تتصور الحكومه هذا الحوار. حنا الان قلنا لكم عموما هذه القضيه كيفاش كنشوفوها. دابا الان المشكل مرتبط بالسؤال اللي جبتي على مستوى مدارس الرياضه. مدارس الرياضه هو ورش مهم جدا وكبير، وعبأت له الحكومه امكانيات كبيره جدا، وهو تحول تعيشه المدرسه العموميه بشكل هيكلي وبنيوي. نصل الى مستوى جديد من المدارس العموميه التي تقدم تعليما ذو جوده عاليه جدا، وتعليم اللي فيه واحد المستوى كبير من تتبع التلاميذ، ومن اجل اننا نواكبهم ونحسنوا من القدرات ديالهم التعلميه والتعليميه. الامكانيات اللي ترصدت هي كبيره جدا، والورش يسير بخطى ايجابيه. انا ما عرفتش هذا السؤال اللي طرتي في اين يتعلق، في اي منطقه، لكن ما اريد ان اؤكد عليه بانه هذا الورش ترصدت له الامكانيات ديالو. تدبير الامكانيات ديالو يتم عبر مجموعه من المساطر ومجموعه من هذا الدخول المدرسي ديال هذه السنه هذه تعملت له تعبئه كبيره جدا على مختلف المستويات،
الكتب المدرسيه، المناهج، الاساتذه، تعملت 3 ديال الحركات انتقاليه قبل. الهدف منه هو انه نوفر دخول مدرسي. القضايا اللي طرحتها اعدك الى جبتي لي هذه الاقاليم وهذا، اعدك بان يكون لك الى اعتبر بانني غنقول لك شي حاجه اللي جيب لي الاقاليم نقول لك الوضعيه ديالهم في المعدات فين وصلت، واش الصفقات تعملت، واش مازال. وانا انتظر هذا السؤال للاسبوع المقبل. شكرا لكم.